السلام عليكم أصدقاء شير السينما في حلقة جديدة. مسرحيات عالمية كتير تم تحويلها لأعمال سينمائية، ولكن المسرحية اللي هنتكلم عنها النهاردة تعد واحدة من أقوى وأشهر المسرحيات في الأدب الحديث. ومن غير كلام كتير، كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. تعد مسرحية فاوست واحدة من أشهر المسرحيات للكاتب الألماني الشهير يوهان جوتا، واللي هي في الأساس تعد واحدة من أشهر القصص اللي كانت بتحكى في الشارع الألماني قديما. ومن هناك استوحى الكاتب مسرحيته اللي كتبها على جزئين. الجزء الأول وده كتبه عام 1806 علشان يجي بعدها ب 26 سنة يكتب الجزء الثاني عام 1832. ومع الوقت الكبير ده أضاف جوتا وعدل بما يتناسب طبيعة الشخصية اللي بيقدمها، واللي هي في الأساس بتحكي عن يوهاين جورج فاوست الطبيب الألماني، واللي حقق نجاحات كتير في المجال الكيميائي، ولكنه كان غير راضي عن حياته، فبيعقد صفقة مع الشيطان بأنه يوفر له المعرفة المطلقة وكمان كل ملذات الحياة في مقابل انه يسلم روحه ليه. والقصة دي في الأساس ألهمت معظم صناع السينما حوالين العالم لتحويلها لأفلام سينمائية، ومنها السينما المصرية، وده اللي يهمنا. والمسرحية دي تم تجسيدها في 7 أعمال هنتكلم عنهم بالتفاصيل. أولهم كان سفير جهنم عام 45، وقصتنا بتبدأ مع أسرة بسيطة، هم زوج وزوجة وابن وابنة. الزوج هو رمضان الموظف البسيط واللي ضغوطات الحياة خلته يبقى كثير الشكوى، ومن هنا بيلاقي الشيطان مدخل سهل يقدر انه يدخل بيه الأسرة ويحقق لهم كل أحلامهم مقابل طاعتهم ليه. فبيعرض على الزوج والزوجة الشباب والفلوس وبيخليهم ينغمسوا في ملذات الحياة، والأولاد بينطلقوا في حياة الرفاهية والثراء. وبكده بيثبت الشيطان لنفسه إنه قدر إنه ينتصر على البشر. ويجي بعديه ب10 سنين فيلم موعد مع إبليس إنتاج سنة 55، واللي بيحكي عن الطبيب رجب، واللي فاتح عيادته في منطقة شعبية، واللي كان دايما بيعاني من ضيق اليد، وإنه حاسس إن إمكانياته تسمح له بإنه ممكن يفتح عيادة في منطقة أفضل من كده بكتير، فبالتالي كان دايما ساخط على الوضع اللي هو فيه. ومن هنا بيظهر ابليس في شخصيه نبيل الشخص الطيب واللي بيحاول انه يقدم له المساعده دايما، ومع الوقت بيثق فيه وبيعرض عليه نبيل صفقه بان ممكن يوهب له ملكه تخليه يقدر يشوف اعمار المرضى اللي عنده، ومين منهم هيموت ومين تاني ممكن يتعالج وانه يقدر يعيش. مش هديلك فلوس، انا هطلعك على سر تشتغل بيه. السر ده هو مفتاح الثروة. انت دكتور وتعرف ان الحياة مكتوبة ومحددة بالاجل. اللي مكتوب له انه يعيش هيعيش، اما اللي اجله انتهى فخلاص انتهى. وبعد الشهرة والفلوس بيكتشف ان ابنه هيموت، فبيفوق لنفسه وبيلغي الصفقة، وبيقدر مع توالي الاحداث انه ينتصر عليه ويرجع لربه. وبيطل علينا عام 73 بفيلم المرأة التي غلبت الشيطان، علشان نتعرف معاها على شفيقة الخادمة الدميمة والتي لا تتمتع بأي جمال، واللي كان بيعاملها الجميع بقسوة، لكنها وقعت في حب محمود الصحفي، واللي طبعا ما كانش بيشعر بيها وكان بيحب أحد الممثلات. مع الوقت بيظهر لها أدهم حفيد إبليس، واللي بيعرض عليها الجمال والفلوس والغنى، ولكن بيعقد معاها صفقة انه بعد 10 سنين تسلم له روحها، وبتوافق على الفور علشان تقدر انها تنتقم من كل اللي ظلمها وكان قاسي معاها، وكمان كان غرضها بان هي توقع محمود في حبها. ولكن مع توالي الاحداث بتحس ان هي خسرت كل حاجة بعد ما بيتعرض محمود لحادثة وبيتوفى، وكمان بتقدر ان هي تحارب الشيطان وتنتصر عليه في النهاية. وسريعا هنروح لفيلم اختفاء جعفر المصري، وده اللي كان انتاجه عام 98. مع اقتراب امبراطورية جعفر المصري من الانهيار بيظهر الشيطان في الصورة وبيعرض عليه انه مستعد يرجع له كل اللي خسره مقابل انه يرتكب اكبر معصية وهي القتل. فبيوافق جعفر على الصفقة وبيقتل الصياد همام، وفيما بعد بيحس جعفر بتأنيب ضمير شديد وبيحاول ان هو يتقرب لأسرة همام لمساعدتهم. وفيما بعد ومع توالي الاحداث بيقدر انه يعيش في وسط عيلته وبيترك حياة الثراء وبيشتغل صياد. ودلوقتي نوصل لفيلم الريس عمر حرب انتاج سنة 2008، ونقدر نعتبر ان عمر حرب بيدور في نفس القالب ولكن بشكل مختلف. هنا احنا بنتعرف على عالم الشيطان نفسه
بكل فجوره وملذاته، بان هو ازاي بيقدر يغوي الانسان وبيدفعه للدخول لعالمه الخاص من خلال شخصية خالد، اللي اثناء شغله في صالة القمار بينبهر بشخصية مدير الصالة اللي هو عمر حرب، والملقب بالريس، لبراعته وقوته في السيطرة على كل اللي حواليه. والريس بيكون ملاحظ ده، وبتبقى عينه على خالد من اول لحظة، وبيحاول بكل قوته انه يخلي خالد امتداد ليه هو شخصيا. وسريعا لمسلسل ونوس اللي نزل عام 2016، وهنا تم سرد نفس القصة ولكن من وجهة نظر الشيطان نفسه، واللي بيحاول يغوي أسرة ياقوت اللي بيختفي عنها الأب من سنين طويلة وبدون أي أسباب، فبتتحمل الأم المسؤولية كاملة. وبيحاول ونوس إنه يلاقي مدخل للأسرة عن طريق بإنه بيعرفهم بنفسه على إنه صديق للوالد، وإنه ساب لهم ثروة كبيرة. ومن هنا بتنشأ صراعات كتير ما بين أفراد الأسرة، وده اللي كان في غرض ونوس من الأساس علشان يرغم الأب لتوقيعه للعقد اللي كان بينهم. ولكن في الآخر بتحصل المفاجأة اللي بتقلب الأحداث رأسا على عقب. بعد كل التعب اللي تعبته، وعشان مين؟ مخلوق من طين. ليه مدلعه قوي كده؟ اشمعنى انا غلطت غلطة واحدة، هو الخطاع اللي ما بيتعلمش. انا المتعلم، انا الذكي، انا الزاهد، انا المخلوق من نار، انا احسن منه. واخيرا وليس اخرا مسلسل وعد ابليس اللي نزل عام 2022، واللي بنتعرف من خلاله على ابراهيم اللي بتصاب زوجته بمرض خطير، واللي بيلجأ لشخص اتعرف عليه بالصدفة علشان يساعده في شفاء زوجته بعد ما اوهمه بان هو عنده القدرة على كده، ولكنه بيشترط عليه بانه يمضي معاه عقد لتسليمه روحه بعد وفاته. ولكنه بيكتشف ان الشخص ده خدعه، وبعدها بيحس بانه بقى عنده قدرة خارقة بتخليه يأذي كل اللي حواليه. معظمها اعمال جميلة حاولت ان هي تجسد القصة الاصلية على قد ما تقدر. اذا كانت نجحت في ده او فشلت، فالوحيد اللي يقدر يحكم على ده هو المشاهد. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو اذا الحلقة عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناة، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك بتاعها موجود اسفل خانة الوصف. ويا ريت كمان ما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد باستمرار. ويا ريت كمان ما تنسوش انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقة جديدة من شريط سينما.